يشكلون واحدة من المجموعات التي تنادي باستقلالها وحكمها الذاتي في العالم العربي. إنهم الحركة من أجل تقرير مصير القبائل في الجزائر، والمعروف اختصارا بالماك. تتواجد منطقة القبائل في أقصى شمالي البلاد، غنية بالتاريخ، إذ شكلت إحدى جبهات تصدي للاستعمار الفرنسي، وعلى أرضها وقعت ثورات أبرزها ثورة لالا فاطمة سمر والشريف بوبغلة والمقراني وغيرها. خلفيتها العرقية أمازيغية، لذا ترى شارة الأمازيغ في عالم الحركة التي تنادي بالاعتراف بلغتها وثقافتها ودولة خاصة بها. الحركة بحد ذاتها يعود تأسيسها إلى العام 2001، عندما وقعت اشتباكات استمرت سنة بين سكان القبائل وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل 126 شخصا وجرح الآلاف في حدث عرف بالربيع الأسود. بعد 10 سنوات أصبح مؤسس الحركة فرحات مهني رئيسا لجمهورية القبائل الديمقراطية كما تعرف نفسها، ولحكومتها المؤقتة والمتخذة من باريس مقرا لها. أما الجزائر فجردت مهني من الجنسية وترفض مطالب الحركة جملة وتفصيلا، بل وصنفتها إرهابية العام الفائت، متهمة إياها بزعزعة الاستقرار وتنفيذ أعمال إجرامية. ما طال حفيظة السلطات الجزائرية أكثر هي علاقة حركة الماك بإسرائيل، إذ زارها مهني في العام 2012، كما حرصت الماك على ضم صوت إسرائيلي إلى مؤتمرها الخامس الذي انعقد قبل أيام، وتمخض عن تجديد ولاية مهني رئيسا لدولة القبائل. لا يغيب ملف القبائل عن اعتبارات المقايضات والحسابات السياسية الإقليمية، إذ تلوح المغرب بورقة القبائل وحقوقها كل فترة ردا على دعم الجزائر جبهة البوليساريو